مين هي ملكة القتلة المتسلسلين؟ قتلت هؤلاء الرجال وسرقتهم بدم بارد وسأفعلها مرة أخرى أيضا. ودي كانت أشهر جملة ليها، وقصتها اتعملت في فيلم مونستر سنة 2003، والفيلم ده حقق نجاح رهيب لدرجة إنه خد جايزة أوسكار. كمان منصة نتفليكس عملت لها وثائقي في سنة 2025 بعنوان ملكة القتلة المتسلسلين، ودي هي إلين وورنوس، أول قاتلة متسلسلة في تاريخ أمريكا. ودلوقتي وقت الأسئلة، إيه هي قصتها بالكامل وليه اتلقبت باللقب ده؟ تعال جاوبك وأقول لك الحكاية من الأول. في شهر يوليو سنة 1990 يتم التبليغ عن عربية عاملة حادثة على طريق سريع في فلوريدا، ولما البوليس يوصل للمكان ويلاقوا العربية بالفعل يبدأوا يفحصوا العربية وياخدوا كل البصمات من عليها، ويحاولوا يدوروا على شهود شافوا الحادثة بعينيهم لحد ما يلاقوا شاهد قدر يرسم شكل البنتين اللي قال إنهم كانوا جوه العربية. ولما البوليس يخلص فحص العربية والبصمات يلاقوا البصمات اللي على باب العربية بتاعت بنت من البنتين دول، والعربية دي بتاعت شخص ثالث اسمه بيتر سيمز عنده 65 سنة، واللي يلاقوا كمان انه تم عمل بلاغ بغيابه من شهر بالظبط. في الوقت ده يتم الإعلان عن إن الولاية بتدور على البنتين دول، وفي 9 يناير 1991 يتم القبض على أول بنت منهم واللي كان اسمها إلين وورنوس. يتم القبض عليها في بار في فلوريدا باسم الملاذ الأخير، وتفضل مستمرة عملية التعقب لحد ما يتم القبض على البنت التانية في بنسلفانيا واللي اسمها تيريا مور. ودلوقتي معانا الشخصيتين دول أهم شخصيتين في قصتنا النهاردة، ولكن دلوقتي تعالى نبدأ مع بطلة الحلقة وهي إلين وورنوس ونعرف قصتها بالكامل. إلين كارول وورنوس. إلين اتولدت في 29 نوفمبر 1956 في مدينة روتشستر الأمريكية. حياة إلين كلها كانت عبارة عن مشاكل وخصوصا في طفولتها، وأول خبطة خدتها بحياتها انفصال والدها ووالدتها، وإلين كانت لسه جنين في بطن والدتها. إلين طول عمرها ما شافت أبوها واللي اسمه ليو بيتمان، وده ببساطة لأنه كان مجرم ومتحرش بالأطفال. وفي سنة 1967 إلين كانت حكم على والدها بالسجن المؤبد، وده بسبب إنه اغتصب طفل عندها 7 سنين بس. وبعدها والدها اتنقل للمستشفى للأمراض العقلية في أكتر من ولاية، وبعد صدور حكم السجن عليه انتحر في المستشفى. انت متخيل بنت طفولتها ونشأتها كانت بشعة بالشكل ده ازاي؟ ولسه اللي جاي أبشع. عايز اقولك ان إيرين لما تمت 4 سنين وشها اتشوه بسبب حريق، وده خلاها عصبيه وبقت صعبه جدا جدا في التعامل مع الناس. وامها اتخلت عنها هي واخوها كيس وراحوا عاشوا مع جدهم وجدتهم من ناحيه الام بعد ما اتبنوهم. ولكن من هنا بدات مأساة تانية واكتر صعوبه على إيرين من كل النواحي. جدها لوري كان راجل سادي لأقصى الدرجات، ومن كتر ساديته في مرة من المرات جدها أجبرها وهي لسه طفلة إنها تتفرج عليه وهو بيغرق قطة صغيرة قدام عينيها. وكمان جدها كان مدمن كحول بدرجة غير طبيعية، ونتيجة ده خليني أقولك إنه كان بيعتدي عليها جسديا وجنسيا. ومرحلة الضياع مع إلين ما وقفتش عند جدها، دي وصلت لأخوها، لأن إلين كانت على علاقة جنسية مع أخوها كيس. وبرضه ما توقفش هنا، دي كمان لما تمت 11 سنة بدأت تبيع نفسها لزمايلها في المدرسة مقابل أي فلوس أو سجاير. كمان لما إلين تتم 14 سنة واحد من صحاب جدها يقدر إنه يغتصبها، وبعدها إلين تحمل. في الوقت ده طبيعي الجد زي ده إنه رماها في ظل الأمهات العازبة بديترويت، وتولد إلين في سنة 1971 وتخلف ابنها ويتم عرضه للتبني. وفي نفس السنة في 7 يوليو سنة 1971 جدتها بريتا ماتت بتليف كبد بسبب إدمانها هي كمان للكحول. وقتها والدة إلين تتهم جد إلين بقتل جدة إلين، وتأكيد لكلامها إنه هدد أكتر من مرة إنه هيقتل أحفاده. وبعد كده جد إلين طرد إلين وخرجها من دار الرعاية وهي عندها 15 سنة، ووقتها تسيب إلين المدرسة وتفضل تلف وتقضي أيامها في الشوارع، وكمان تشتغل في الدعارة على الطرق السريعة في فلوريدا، وطبعا كل ده عشان تصرف على نفسها وتجيب مصاريفها. مع بداية سنة 1974 سجل إلين الإجرامي بدأ يكبر، وده لأنها اتمسكت في قضايا كتيرة ومختلفة، زي إنها كانت بتسوق وهي سكرانة، وعمليات السطو المسلح، وسرقة العربيات وتزوير الشيكات، لحد ما نوصل لسنة 1976 في شهر مارس جدها لوري ينتحر، وتبقى إلين دلوقتي تحت وصاية الدولة نفسها. وإلين في الوقت ده تحاول تغير حياتها وتاخد فرصة تانية، واتجوزت راجل بحار غني جدا واللي اسمه لويس جراتس فيل. وفي وقت جوازهم كان متقاعد عنده 69 سنة، بس الجوازة دي للأسف باظت بعد شهرين بس، وده لأنه اتهمها إنها ضربته بعصاية وهي قالت إنه هو اللي اعتدى عليها الأول. ويتم الطلاق فعليا في 19 يوليو 1976، ولكن الحياة ما تسكتش. في نفس الفترة دي أخوها كيس مات بالسرطان، وده خلى حالة إلين النفسية تحت الصفر بمراحل، وده لدرجة إنها حاولت تنتحر في 1978 وضربت نفسها بالنار في بطنها، ولكن اتكتب لها عمر جديد.
ومع بداية التمانينيات إلين كانت عايشة حياة نفس حياتها الأولى، حياة مشردة في شوارع فلوريدا، بتتنقل من مكان لمكان بأسامي مستعارة ومختلفة تماما، ومستمرة في كل الجرائم اللي كانت بتعملها. ولكن كل الظروف دي المرة دي كانت بتبني شخصية قاتلة هتبقى من أشهر القاتلات المتسلسلات في تاريخ أمريكا كلها، واللي يساعدها في ده هي صديقتها وعشيقتها تيريا مور. في سنة 1986 إلين تبقى قاعدة في بار للمثليين في فلوريدا، وتقابل بنت اسمها تيريا مور وعندها 24 سنة. الاتنين يحبوا بعض ويعجبوا ببعض جدا ويعملوا علاقة عاطفية مع بعض، وتبقى إلين هي المسؤولة عن كل المصاريف من خلال شغلها كفتاة ليل. وده كان قرار من إلين نفسها، لأنها ما كانتش حابة إن شريكة حياتها تشتغل أو تختلط بناس تانيين، وعلشان كده فضلوا عايشين مع بعض وبيتنقلوا بين كل مكان والتاني كل فترة، ويفضلوا مستمرين في علاقتهم دي لمدة 4 سنين ونص، ونوصل لحد أواخر سنة 1989 وبداية حياة إلين المتشردة الإجرامية وتصاعد سجلها الإجرامي. من أول أواخر سنة 1989 لحد خريف سنة 1990 إلين كانت قتلت حوالي 7 أشخاص، يا إما في الثلاثينات من عمرهم أو كبار في السن. وفي ناس كمان كانت بتقول إنها تقريبا قتلت شخص تامن، ويلاقوا كل الجثث اللي اتقتلت على جوانب طرق فلوريدا السريعة. وإلين كانت كل ما ترجع البيت لتيريا كانت بتجيب حاجات جديدة وكتيرة للبيت، ودي بتبقى حاجات من الضحايا اللي هي قتلتهم، وكانت بترهنهم بأسماء مستعارة مختلفة سواء عربيات أو غيرها، وده علشان تقدر إنها تاخد فلوسها من كل عملية ومحدش يقدر يتعاقبها نهائيا. لحد ما نوصل لسنة 1990 وقت ما إلين وتيريا خبطت العربية اللي كانت لضحية من ضحاياها واللي كان اسمه بيتر سيمز. ولما يتم التبليغ عن الحادثة والبوليس يوصل، يتم عمل رسم كامل لإلين وتيريا من شاهد شاف الحادثة بعينيه، ويتم تقديم الرسومات دي للبوليس والإعلام علشان يلاقوهم ويقبضوا عليهم. واللي صعب الموضوع وزودوا قوي كده إنهم لما دوروا على صاحب العربية واللي هو بيتر سيمز وعنده 65 يعني كبير في السن، لقوا إن اتعمل بلاغ باختفائه من شهر، وبصمات إلين موجودة على أكرة باب العربية اللي قدام. ولما التقارير دي تتنشر والرسم إلين وتيريا، وقتها تيريا تخاف جدا وتسيب إلين وتهرب. وفي الفترة دي البوليس يدور على كل المختفين اللي في سن كبير أو في الثلاثينات لحد ما يقدروا إنهم يلاقوا مسروقات في محل مرهونة تخص ضحية من ضحاياها واللي اسمه ريتشارد مالوري. وقتها البوليس يفضل مكمل خط سير العمل، والإيصالات كلها تربط بعضيها لكل المسروقات لمختلف الضحايا ويقبضوا عليها. في يوم 9 يناير 1991 يتم القبض على إلين في بار في فلوريدا باسم الملاذ الأخير، وبعدها بوقت قليل يتم القبض على تيريا في بنسلفانيا. ولكن لما يتم القبض عليها البوليس يعمل معاها اتفاق إنها تقدر تهرب من الحكم لو اعترفت على إلين بكل حاجة هي عملتها، وتساعدهم في إنهم يجمعوا أدلة ضدها. وبالفعل تيريا توافق وتساعدهم. أول ضحية لإلين كان ريتشارد مالوري، وده راجل عنده ورشة إصلاح عربيات، وكان عنده 51 سنة، وكان معروف دايما إنه بيأجر فتيات ليل كتير. وآخر مرة اتشاف فيها هي في 30 نوفمبر 1989. وتيريا قالت كمان إن إلين قالت لها في اليوم التاني على طول إنها قتلت الراجل ده، واللي كان خدها من مكان شغلها وهو طريق سريع في فلوريدا، وبعدها يلاقوا جثته مضروبة 3 طلقات في صدره. وفي سنة 1992 لما تبدأ محاكمة إلين بتهم القتل ويتقال إنها قتلت مالوري، تصرخ وتقول إنها بريئة وإن هو اللي اعتدى عليها، وهي كانت بتدافع عن نفسها. وده طبعا كان كذب، لأن إلين كانت عارفة إن مالوري كانت حبس قبل كده بتهمة إنه اعتدى بعنف جنسيا على فتاة ليل، ولكنه من بعد ما خرج ما حصلش أي بلاغ تاني عن حاجة زي كده، فبالتالي اترفض كلامها. بعدها البوليس يلاقي 5 جثث لرجالة تانيين بعد شهور من وقت ما لقوا جثة مالوري. على سبيل المثال من ضمن الرجالة دول في 1 يونيو سنة 1990 يلاقوا جثة عامل بناء اسمه ديفيد بيرز، كان عنده حوالي 43 سنة. كمان في 31 مايو سنة 1990 يتم التبليغ عن اختفاء شخص اسمه تشارلز كالسكادون وكان عنده 40 سنة. وفي 4 أغسطس سنة 1990 يلاقوا جثة بياع اسمه تروي بوريس، وده كان عنده 50 سنة. كمان في يوم 12 سبتمبر لسنة 1990 يلاقوا جثة شخص اسمه تشارلز همفريز، وده اللي كان عمره 56 سنة وهو أصلا محقق في قضايا إساءة معاملة الأطفال. وآخرهم في يوم 19 نوفمبر سنة 1990 يلاقوا جثة شخص اسمه والتر أنطونيو، كان ضابط شرطة احتياطي وكان في الستينات من عمره. ولكن المعلومة الأغرب إن كل البشر اللي هي قتلتهم هم كلهم رجالة لون بشرتهم أبيض.
بعدها في يوم 16 يناير 1992 إلين تعترف في مكالمة مسجلة لتيريا بأنها هي اللي قتلت مالوري، ولكنه بعد ما اعتدى عليها، وقالت لتيريا إنها بتحبها جدا ومغرمة بيها جدا، وإنها كانت بتعمل كل ده علشان تفضل معاها طول العمر، وده لأن كل اللي هي كانت بتقتلهم كانوا بيعتدوا عليها هم الأول وهي كانت بتقتلهم. وبعدها البوليس صورها فيديو وهي بتعترف بكل جرائم قتلها، والقضية بتاعتها كبرت جدا لدرجة إنها بقت قضية رأي عام، والإعلام في الوقت ده يلقبها بأول قاتلة متسلسلة في تاريخ أمريكا أو فتاة الموت. وفي وقت ما كانت إلين بتتحاكم كان في فريق كامل من الأطباء النفسيين استعان بيهم فريق الدفاع، كانوا بيتخانقوا على تشخيص حالة إلين وورنس، وقالوا إنها كانت غير مستقرة عقليا وإنها ممكن تكون بتعاني من اضطراب في الشخصية، ويتم الحكم عليها بالإعدام بالحقنة المميتة في 31 يناير 1992. واعترفت إنها فعلا مذنبة في قتل كل ضحاياها فعلا، وما اتحكمتش بتهمة قتل سيمنز اللي خبطت عربيته في أول الحلقة، لأنهم أصلا ما لقوش جثته. وفي سنة 2001 وبعد 10 سنين تقريبا من الحكم، إلين تعزل كل المحامين بتوعها، والمحامي اللي تم تعيينه من المحكمة ليها قال إنها منفصلة عن الواقع تماما ومش عارفة هي بتعمل إيه، إلا إن محكمة فلوريدا حكمت في إبريل 2002 إن هي ليها كامل الحق في عزل كل المحامين بتوعها. وبعدها في أكتوبر 2002 حاكم ولاية فلوريدا جيب بوش يرفع إيقاف حكم التنفيذ ليها بعد ما قال 3 دكاترة نفسيين إنها بكامل قواها العقلية ومش مضطربة نفسيا ولا أي حاجة، وتم إعدامها بالحقنة المميتة فعلا في سنة 2002 وهي عندها 46 سنة، ويتم حرق جثتها جنب شجرة في ولاية ميشيغان. وبس كده أنا خلصت، سلام.